بعيد أتوا من أرض لا شيء فيها غير الحجارة والرياح. حطوا الرحال ونصبوا الخيام هنا على أطراف المدن، وانطلقوا ينبشون الأرض علها تجود عليهم بحياة غير تلك التي تركوها وراءهم. تحت هذه الخيمة ولد وفيها ترعرع، وعلى أطرافها عانق لعبته الأولى، علها تقاسم هم الزمان وقسوة المكان. وهذه أخت له أبكاها جوع، أو ربما هو غياب أم ذهبت تبحث عن قطعة خشب توقد بها نارا تدفئ بها أركان الخيمة من تسلل برد الشتاء. وهؤلاء نسوة يستقبلن يوما جديدا ويعددن عدة عملهن، وتحت كل خيمة من هذه الخيام قصة أخرى لا يقل حالها بؤسا عن سابقاتها. غير بعيد عن هنا خيام أخرى نصبت، وصغار آخرون حولها يبتدعون من الأرض والقمامة أساليب لعب يقضون بها ساعات يوم طويل. خيام تحت الأشجار أقيمت، هي المرقد والمطبخ والمجلس. فهل هو غدر الزمان أم ميزان عدالة ذو كفة واحدة؟ بالنسبة للوضعية اللي هنا ما عندنا الضوء، ما عندناش ماء، حاجة معناتها عايشين هنا، معناتها عايشين عندنا برشا عايشين لنا. يمكن حكاية 17 عام واحنا لنا من وين هي. نخدموا ساعات نخدموا الزيتون في الشتاء، ما فهم الزيتون، انا نخدموا نلمدوا الخردة ونلمدوا الواحد. وعمري عديتها معناها طايش على جال الخبزة، لا عديتها في بلادي خلاص، اللي مسقرة في أهلي ما شفتهمش أهلي حتى بالعيد، ونايمة على جال الخبزة وعلى جال المرار اللي ضبطاني الصقع، البرد في الشتاء والصيف في الشيلي. هاك طارة الفراش، هاك طارة في الغطية، هاك هذاك هو على روسي. عاملة فينا هالسجيرات اللي وجه ربي، هاي رد علينا الصقع ورد علينا الشيء. نصف الحقيقة باطل، فخلف مظاهر الفقر هذه تختفي حقائق أخرى قد تقلب ملامح المشهد رأسا على عقب. نجعة قمرة كان مش نعالجوها من وجهة نظر يعني سوسيو ثقافية، نعتبروهم الغجر نتاع تونس، مش حاجه جديده. احنا خلقنا، احنا اولاد العاصمه، وكانوا يجيوا الرحل في طريق منظره معناها النجع، حاجه مش غريبه على ثقافتنا. ولكن يا اخي احترم القانون. انت عشب امشي عشب في المزارع. انا حكيت معاهم الاسبوع الفارط قمت بزياره هذه، قلت له قداش يتكلف العشاب قداش؟ قال لي تكلف لي 15 مليون. قداش المساحه؟ قال لي 60 هكتار. اذا ما نفهمش انا في الامر هذايا نولي ربما
معناها هو معذور. لكن 60 هكتار عشابه تعشب مزرعه ب 60 هكتار 15 مليون وتبارك الله عندك معناها قطيع يفوق 1000 راس، يعني شيء ما يقابلش بعض. ذات الخيام وإن ضمت لنا ما بدا لنا أول الأمر فقرا، فقد جمعت حولها قطعان غنم وأبقارا تدر على مالكيها الخير الوفير، وعربات نقل هنا وهناك تستخدم في مرافق أخرى. الناس هنا لا يشتكون فقرا ولا مطالب لهم غير تمكينهم من أرض تأويهم وتوفر لمواشيهم الماء والكلأ. أما هنا فالحرفة أخرى، جمع ما استعمل من الغيار وما رمي من المعادن وبيعه لمراكز التجميع والرسكلة، ربح وفير أنكره أصحاب الخيام وأكده جيرانهم وأحد المسؤولين هنا، لكنهم رفضوا التصريح به للكاميرا. المشهد بوجهيه لا ينفي مأساة أناس دفعتهم قسوة الظرف إلى ترك قراهم والاستقرار هنا فوق أرض ليست لهم ولا مرافق فيها، وقصة أطفال لم يعرفوا من المدارس غير أسمائها. خيام هنا وهناك وأياد تنبش الأرض لتزرع الحياة، جاءوا من عمق البلاد تجرهم لقمة العيش، لا جامع بينهم غير صبرهم وأرض افترشوها وتلحفوا سماها، منتظرين انزياح غيمة حجبت عنهم نور الحياة. سليم الحاج إبراهيم، قناة المتوسط، تونس.